ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلنا نغير ونعمل ميلك شيك حلو قوي، ميلك شيك الموز والاوريو، حاجه كده تحفه. يلا بينا بقى نشوف عملته ازاي، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. هنعمل النهارده ميلك شيك حلو قوي، ميلك شيك الموز والاوريو. معايا هنا لبن وموز، ومعايا بسكوت اوريو وفانيليا وعسل نحل. يلا بينا نبدأ. جبت الخلاط اللي هعمل فيه العصير، وبسم الله هننزل كده بالموز. وزي ما قلت لكم قبل كده قطعوا الموز قبل الوصفه على طول عشان يبقى حلو وفريش كده. تختاري الموز صابح وحلو، مش اللي هو الاسود ده الدبلان، لا، يكون كده جميل. ونقطعه على طول مباشره عشان ما يسودش. وهنزل كده بالبسكوت. حطي الكميه بقى اللي يعجبك، عايزاه يبقى ايه، لونه غامق شويه. بيبقى الميلك شيك حلو قوي بصراحه. ونعمل لاولادنا كل الحاجات في البيت، حاجات حلوه احسن ما تروحوا الكافيهات وتقدموا لهم حاجات مش حلوه. وهننزل بالفانيليا، وهنحط عسل. عايزه تحطي سكر ماشي، بس العسل احسن وافيد. مش كميه كبيره، هما يدوب معلقتين كده. واخر حاجه هنحطها هي اللبن. بس خلاص كده حطينا كل المقادير بتاعتنا في الخلاط. هنضربهم بقى ونشوف هيحصل ايه. هنشغل الخلاط ونعمل العصير. خلاص بعد ما خلصنا العصير هنصبه في الكوبايات. تقدري تزينيه بشرايح موز زي ما انا عامله كده، ونصب الكوبايه التانية. ساعات كتير قوي بنبقى نفسنا نعمل حاجات في البيت زي اللي بتشربوها في الكافيهات، بس احنا هنعمله احسن وانضف بكتير. وتزيني بواحده اوريو كده فوق الكوبايه، بتبقى جميله جدا. بس كده خلصنا. بصراحه كده الميلك شيك ده بيبقى تحفه جدا. جربوه بقى وقولي لي ايه رايكم.